السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخبر المنتظر بفضل الله عز وجل هنبدأ في تكوين أول دفعة في دورة وقفة نظام. وقفة نظام هي دورة بتنظم ثلاث أمور أو ثلاث توجهات أساسية في حياة أي إنسان مهما كان علاقته بنفسه بتفاصيل بقى نفسه، وعلاقته بربنا سبحانه وتعالى بتفاصيل هذه العلاقة، سواء كانت عبادات بدنية أو قلبية أو غير ذلك، أو معرفية حتى تعرف ربنا سبحانه وتعالى. تمام. والجانب الثالث هو علاقته باللي حواليه. طبعا قبل ما نعمل الثلاث علاقات دول لازم يكون في رؤية عامة. انت عايش فين، ايه اللي بيحركك، ليه انت بتتحرك اصلا، انت فين في الدنيا، طب ايه هي الدنيا، صفاتها ايه، ليه تبقى عايز حاجة وما بتتحرك لهاش، طب اللي بيتحرك ليه، وازاي كل حاجة ان هي هنتكلم فيها، يعني ازاي تتعمل وتتحقق التحقيق معاني القلبية بالتفاصيل، ازاي تتعمل مش مجرد كلام عنه. عشان خاطر كده اقدر اقول ان الدورة هي تنظيمية، ثم انها ايمانية، ثم انها معرفية. يعني انت هتتعلم وهتاخد ادوات تنظم بيها، فهي مغيرة جدا. فمفترض ان هي معمولة عشان اغير، يعني هي مش مجرد معرفة، لا، في معرفية ولكن هي كمان تنظيمية. ولا شك ان طبعا هيكون الجانب الايماني موجود فيها. فلو كنت حابب او كنت عايز او شايف ان ده جانب انت محتاج ان انت تبقى كويس فيه او ان انت تتعلم فيه، ارجو ان احنا نخوض هذه الرحلة مع بعض. لو انت بتشوفني دلوقتي فانت المفترض كده عرفت ان بدأت تكوين الدفعة الاولى، ونسأل الله عز وجل الاخلاص في القول والعمل، ويا رب يكتب لنا التوفيق. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.